مولد تبدو كثيرة على تدخلاتك، بارك الله فيك. سيد رابح من بومرداس، مشكور سيد رابح. ونتواصل معكم عبر هذه الحلقة ومع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. قبل ذلك دكتور، قبل النظر في تدخل الدكتور ماهر الشلال، يقول سفيان هناك تدخل آخر سفيان أم لا؟ نسرين من العاصمة، نسرين من وهران من الغرب الجزائري. السلام عليكم أختي نسرين. السلام عليكم نسرين. نسرين من وهران، نحن نستمع إليك نسرين. نسرين حاولي أن تتصلي مرة أخرى نسرين. إذن دكتور تدخل في بعد فتح الحوار لاستقبال المكالمات. كان تدخل الدكتور ماهر الشلال عضو رابطة علماء الشام، كان في غاية الأهمية دكتور بالنسبة لهذه الحلقة، وقد عرض جملة من التدخلات التي لها علاقة وطيدة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبصلحه وبإصلاحه أيضا في تلك الفترة. تفضل دكتور. لك الفضل. نعم أخي ماهر، جزاك الله خير الجزاء، فقد أجدت وأفدت. ومن النقاط التي يعني ذكرتموها، وهي كلها في الحقيقة نقاط مهمة نعم. ومنيرة. أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما قلتم أن إصلاح الأمة يعني لابد أن يتحقق، ونسأل الله عز وجل أن يحول آلامها إلى أمالها. وحينما نعم. كنتم تتحدثون جال بخلدي قول الله عز وجل في أواخر سورة العمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم. كثرت قروحنا، كثرت جراحاتنا، نعم. تعددت إصاباتنا، ولكن هذه الإصابات وهذه الإخفاقات وهذه الهموم إذا تمسكنا بالوحي الطاهر، وإذا اقتدينا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما قلتم فعلا الأسوة هي درجة أعلى من القدوة. إذا تأسينا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله سيغير حالنا إلى أحسن حال. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم نحول هذه الإصابات وهذه الإخفاقات إلى منبهات تحركنا، إلى منبهات تحركنا. نعم. والآية واضحة صريحة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أمر آخر أيضا أكدتم عليه يا أخي العزيز: صلح الحديبية. نعم، هذا النموذج الراقي في تدريب عملي للمصطفى صلى الله عليه وسلم لنا جميعا في صلح الحديبية، وهو يعمل ما يسمى بفقه الموازنات. يعني الذي يقرأ بنود صلح الحديبية لن يرضى بمثل هذا الصلح. يقول هناك تنازلات كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علماؤنا رجح المصلحة الكبرى المستقبلية على المصلحة الصغرى الآنية. هذا الترجيح هذا من فقه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن لابد أن نتأسى به، لابد أن ننظر إلى الوقائع وإلى المشكلات وأن نعمل أنواع الفقه المختلفة كفقه المقاصد وفقه الأولويات وفقه الموازنات. فتنازل عن بعض الأمور تحقيقا لأمور أكبر لمصالح أكبر. يعني مستقبلية دائمة وليست آنية عرضية. وأشار أستاذنا إلى إعداد الرجال. نعم. يعني وهذا مهم جدا دكتور. النبي عليه الصلاة والسلام استثمر مقتضيات هذا الصلح وهذه الهدنة من أجل مخاطبة الزعماء في ذلك الوقت: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، كما هو معروف في كتب السير. وكذلك الأمر الآخر وهو بناء الرجال، وبناء الركائز مقدم على بناء المراكز. المراكز الآن كثيرة، يعني لو نظرنا إلى حال الأمة هناك مراكز، مركز كذا مركز كذا، ولكن أين هذه الركائز التي تقوم عليها المراكز؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو هذا عمل امتداد، يعني هو امتداد للتكوين الذي
كان نعم. في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. نعم. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد أولئك الرجال نعم. الذين سيتحملون في مستقبل الأيام يعني هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويزرعون وينشرون هذا الدين في بقاع الأرض. نعم. إذن استثمر النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية لبناء الرجال. أمر آخر أيضا لفت انتباهي وهو ما علق عليه أخي العزيز في موضوع فتح مكة. اليوم يوم المرحمة. نعم. اكتفي بهذا ربحا للزمن. نعم. شكرا يا أخي ماهر، بارك الله فيك. نعم دكتور، بعد قليل سنعود إلى رسائل والقضايا الناس لا ننساها في هذه الحلقة وعلى المباشر. قبل ذلك فاصل حول المولد النبوي الشريف ثم نعود إليكم لمواصلة النقاش. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح وخير واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين هاس صابرة على ولادي. حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار. كي الحق باش يبيع لي الدار كي صفاو الامور هادو، قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. انت الراضي. 6 أشهر سجن غير نافذه، وحنا تعويض اولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمه تمت محاكمه ثانيه في المجلس برويسو. الطبيبه عطاوها عام سجن نافذ. احنا التعويض قال لك عدم الاختصاص. عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. أنت الراضي. في حالة ما الصلح تم، مادام عندك موافقة مبدئية، هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح أنا تم الصلح سينو ما نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لك بالدليل هذاك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. أنت الراضي. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر، ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجئنا جانا محضر قضائي منا من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21. إذن معذرة، كانت هذه مجموعة من التسجيلات لبعض القضايا. إذن لكل من أراد أن يعرض قضية في برنامج صلح خير، قضايا تصور خلف كاميرا برنامج صلح خير، ما عليه إلا أن يتصل بالرقم الذي شاهدتموه قبل قليل من خلال هذا الفيتيغ. نعود إلى الاتصالات. قبل ذلك دكتور سنرى قبل أن نأخذ الاتصال سنرى في قضية أم يوسف، نعم، عبر البريد العادي أم يوسف ومحمد، وموضوع جاءنا أيضا من عين الدفلة. نعم تفضل دكتور. لك الفضل. نعم، هذا بريد الذي وصل إلى البرنامج. وبالنسبة للبريد في تعليق الأخت نجاة، نعم، يعني لجميع السادة والسيدات اللي بغى من أراد أن تعرض قضيته عبر البرنامج مباشرة بقراءة معطيات القضية وتقديم الحلول المناسبة الشرعية والقانونية،
سنفعل ونستجيب. ومن وضع ملاحظة أن نتواصل معه خارج البرنامج أيضا سنفعل. هذه كملاحظة عامة. نعم. طبعا أي مكالمة ممكن توقفيني نعم، فيها. هناك مكالمة دكتور. نعم. سنعود إلى البريد العادي. مكالمة من ولاية زوزو من السيدة سعدية. السلام عليكم سعدية. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت نتكلم مع الشيخ على دنيا اختي ما عنديش زهر لا مع جديد. مرحبا بك العسلامة، إن شاء الله عندك زهر. مرحبا العسلامة. سعدية. مرحبا بك سعدية، تفضلي. هذه من كل جهه راه قدوات مدنيه وراه قدو رجالي وراه قدو خامي باش حاجه دوحه ما تفهمش ولا هذيك هذيك شي طاح فهمها. ذا شو تقول السعادة وتما؟ سعدية. دفرها ويعاون شو راني تيجيو هي شو راني نخلي فيها كونوا محكو الحمد لله سعدية. يقبل يتخويا. سعدية هضر كنس العقل. ذا شو تقول السعادة وتما؟ تكلمي بالعقل راني نسمع لك إن شاء الله. تفضلي. تفضلي. شو راني تيجيني غنشيخ وحاول شو راني تيسير تهري كيما شي طاح. هذا مشكل مع زوجها. غير خويا غنبقى حنا خويا وتجي ما غادي تعقبيه. ديجا خويا اللي غادي ديجا يتشوفوا سكخه منها. أفهم لحظات تقصى في مامي وحقويا غنبقى حنا ماشي كنسولها كيفاش زنانة خويا وتجي فاهمة هو الصاطبي. أخويا الصورة ملي كيزكراتو كطيني سي خويا وايو يعني فهمنا شغل ملي كيزنينا بليك في جايانا جاي ما يجي ياكلتو اما تكمل حقويا بس خويا راني غير حويت خامني هي مقاحني مليح. نعم، شكرا سفيان. دكتور شغل ما كذا تجيها باقي زوجي جام الصبح يجي شغل ما تحاولنا في نجيح مليح الشيخ فهاد ما تنس قرانت وشويتي مقرن وراش نطيبوا ديك شمانيها السبيطار شحال كي تعاونا ابري انت مع الشيخ سعدي ما توجور مامي توالد فلي. الأخت سعدية، واش رايك نقترح عليك اقتراح؟ لو كان تخلي رقم الهاتف تاعك جدني التليفون ينام هذا متسيوله باش دينا داك واش شويه بوغور السعيد ولكن ملي تجاوب هكا ديجا شحال كيرت يغسل ولا غير باقي غير كتهضر وديك جامي كدينا معليش كتصغبلي ولي ما الا بديت نمتبوري بغيت نعرفوا شغل ما كيدير دار قبل في الاول ما هضرش شغل ما كيدينا الشيخ ويتشور وليم كسغبلي وليم الجد التليفونين ان شاء الله هو ثمثنا غادي سفيان. نعم خلي رقم الهاتف ونتواصل معك مدسي ولا ان شاء الله ما كسغبلي ولي ان شاء الله. صحيت ان شاء الله سعدية ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر من ولاية زوزو. سيد رشيد، السلام عليكم اخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا رشيد في برنامج الصلح خير. نتحدث عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح والإصلاح. تفضل، نحن نستمع إليك سيد رشيد من ولاية زوزو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عزيزان يقدشنا في الصلح لهنا يدخل قيس من المولود النبوي الشريف. نعم. صلى الله عليه وسلم. ديت ساسن مكول 12 ربيع الاول. نعم. لكن على وندينا شويه ونستوى مشطوح ولا من دواش طاحي السلام من حد ثالث لا سيعفر بين البحريه. ايوه. بسم الله بكان ذوم وحالة تسوم رسول محمد يشبيح. ذي العناية كانت دون كنا منه انت بريدك صحيح. الطلب ربا فيه ذوم ونتصمدون ورصينا رجال سريع. وجينا في حد ساري بحريان الناس بسحرو الصلاة في النبي المصطفى رسول محمد يونيس. يفضلني ربات الأمة إليك يفس يشرك يتميز صلى الله عليه وسلم. ذا الخاتم الأنبياء ونشوة ياسر بعديس. يفكي غتيت ذا الرحمة إنعم الجن والإنس. يبوي غد الرسالة ما استعد بني ومن ميس. ربي ذكرتي بالله يا الهانتف طبيعاتيس. يذكر يسيد الشفاعة والربي مقر القدريس. بسم الله نبذو القصة غادي نحكو بالحياة. محمد بن عبد الله ذا وحيد يساعد المكنيس. باباش جيكي قد توفى وريح ذرين مزيوتيس. تتجلى فاطمة ولا دينو بن فميس.
تشم كل المحنان متواليك بالونيس. اش يبارك يا ربي يا رشيد، يعطيك الصحة. الله يسلمك. هذا ما شيطان عليا. ذاس فرويجرز ان شاء الله رشيد، معليش هذا كيونسين كان كخفيفيت ان شاء الله، معليش. شكرا. ولازم 13 عام تكمل غير ورقازي. ايوه. تموت والترويح راه تبوت الاول بالبوليس. نعم. يقول الرسول زي مكان هذا يقول الشيخ بدنا وسلم. لكن ربك يقول انا يساعدين المجرودين. اي يقولوا يهنا الى كان صغر الحكوميس يكرج جديد استاذنا يبدي درو قميص صلى الله عليه وسلم. شكرا سيد رشيد من ولاية تيزي وزو على هذه القصيدة الجميلة الرائعة، وهو يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نسائم الاحتفال. يعني نعم. سنسمع الشعر كامل في فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا سيد رشيد من ولاية تيزي وزو. دكتور، نعود إلى قضايا الناس. نعم. بالنسبة لأم يوسف من ولاية عين تيموشنت دكتور. هكا رشيد كي يبارك ربي، من بعد ان شاء الله تصدي ومسلينا ان شاء الله. نعم. بالنسبه اذن الاخت ام يوسف من عين تموشنت تقول نحن اسره تكون من الام اطال الله في عمرها زائد 7 بنات وابنان، يعني نعم. توفي الوالد رحمه الله في 2011. نعم. وترك زوجة يعني أم الأخت السائلة نعم. و7 بنات وابنين. نعم. وبعدين في إشكال مطروح، يعني في حياة الوالد رحمه الله جاب بنته إحدى البنات المتزوجة ظروف معينة، بنى لها مسكن خاص، عندها ظروف خاصة جدا وصعبة على أرض مملوكة لأحد مسجلة موثقة على أحد الأبناء موثقة بنى لها فيها دكتور. وحنا ذكرنا أختنا جت في أكثر من مرة، قلنا العبرة ليس فقط في الوثيقة. نعم. العبرة في الحقيقة الموافقة للوثيقة. لأنه ممكن الأب أرضه قطعة أرض يكتبها على اسم واحد آخر. هل يعني أنه هو يملكها حقيقة؟ لا دكتور. لظروف معينة. نعم. فإذا مات ذلك الأب لازم يدخلها في الميراث. نعم. ما يجيش هذاك الابن يقول لك لا هذا حقي وحدي. نعم. أستأثر به ثم أرث معكم طبقا للفريضة الشرعية. نبهنا إلى هذا مرارا. نعم. وهي تقول الآن بعد وفاة الوالد الله يرحمه هذا الابن هذا يعني رفض تماما، رفض منح المسكن لهذيك الأخت. نعم. أخته يعني. فهذا إشكال أول. قال لك القضية مطروحة على مستوى المحكمة. نعم. وفي كل مرة نتحدث عن الأرحام، يعني كيف تحفظ الأرحام إذا عرضت قضايا الأرحام على مستوى المحاكم. سؤال مطروح. هذه كارثة دكتور. لا يمكن كارثة. نعم. يعني ممكن يروحوا للمحكمة وبعدين العشية يجيوا ويتلاقوا على مائدة واحدة. نعم. يمكن. لا يمكن. لا يمكن. نعم. لأنه احنا دائما نقول يا إخواني يا أخواتي لكل مشكلة حل. نعم. نحن مسلمون. ونحن نتحدث اليوم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآية التي أريد أن تحفظوها جميعا في سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا دخول قضية في المحكمة هذه مشكلة كبرى، نسأل الله أن تحل المشكلة وديا لتسحب القضية من المحكمة إن شاء الله ويحفظ الملف وينتهي الإشكال. الآن تقول التركة لم تقسم احتراما للأم. هنا لابد من تعليق. يعني وش هذا الاحترام؟ يعني تحترموا أمكم كلما أطلتم في تقسيم هذا الميراث كلما تعقدت القضية أكثر. أليس كذلك؟ نعم. يعني الاحترام لا يتنافى مع التقسيم. نعم. هي تقول ما قسمناش احتراما دكتور، ويستعمل هذا احتراما للأم، احتراما للأب، احتراما للأخ، ما نقولوش احتراما. ليس في محله. احترموا الوالدة. نعم. حتى الأخت تقول لك احتراما لأخي ما نطلبش بحقي بعد وفاة الوالد والوالدة. لا بد من الخروج من حالة الشيوع. نعم.
ودائما بالنزول تقولها وتعاود نعم. تقولها دكتور. نعم، وتجي بالنزول مسائل على تخص أحكام هذا الشريعة. نعم نعم. وتطبيق أحكام الفريضة والسلام. هل عيب أنه الإنسان يطالب ليس بحقه؟ عيبا ليس أبداً. عيبا دكتور. ليس عيبا. طيب واضح دكتور. إذا نعم. الرسالة الآن وصلت. علما أن التركة المتقسم احترم الأم وعلقنا على هذا. نعم. وكل هذا لا يهم أمام دعوة الأم. إن شاء الله ربي ينفعكم بدعوة الأم وينفعنا جميعا بدعوة أمهاتنا وأبائنا. نعم. الآن بارك الله فيك يا أختي، ختمتي الرسالة نتاعك بقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم، وبمنطق هذه الآية أجيب فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. بمعنى الخوف ربي سبحانه هو الأول، وطبق الفريضة الشرعية. الأم يعني الزوجة هنا ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي يوزع حسب الفريضة الشرعية في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين والسلام. نعم. هذا هو المخرج. وما دام رقم الهاتف تاعك موجود سأتواصل معك يا أختي أم يوسف لأفيدك بمزيد بيان. محمد دكتور. نعم، الأخ محمد رسالته حقا يعني لطيفة جدا. أولا يتحدث عن بيت المقدس. نعم. أرض الإسراء والمعراج. هذا القدس، بيت المقدس الجريح، المسجد الأقصى الجريح الذي نسأل الله عز وجل أن يعيده إلى رحاب الإسلام والمسلمين. آمين. لأنه هو منتهى رحلة، أو هو منتهى رحلة الإسراء الأرضية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فبيت المقدس هو منتهى رحلة الإسراء الأرضية، وهي مبتدأ أو منطلق رحلة المعراج السماوية. نسأل الله عز وجل أن يعود إلى رحاب المسلمين. أمين. والإسلام عاجلا لا آجلا، ولكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. لابد من أن تكون قضية القدس هي قضيتنا، هي القضية نتاعنا الأم. قضيتنا الأم. نعم. هي قضية القدس الجريح. القدس الجريح. الله عز وجل إذا هو ينظر إلينا بعين الرحمة، ولكن متى؟ إذا بذلنا الجهود واتخذنا الأسباب ما نستطيع، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع يحقق الله لنا ما لا نستطيع، فيغير حالنا إلى أحسن حال، ويتحرر بيت المقدس ويعود مرة أخرى إلى رحاب المسلمين. أتذكر هنا ما قاله صلاح الدين الأيوبي. نعم. حينما كان لا يبتسم. نعم. وقيل له لماذا تبتسم؟ نعم. قال أستحي أن يراني الله باسما والقدس في يد الصليبيين. نعم. شوف هذا الرجال، هذا المعدن من الرجال. نعم. من الرجال، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تحدث أخي محمد عن أهمية الاستقامة في حياة المسلم. نعم، المستقيم الذي ينهج نهج الاستقامة سيحقق الاستقرار في حياته الذاتية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية في جميع المجالات. شكرا على رسالتك، وهي رسالة طويلة يا أخي محمد. نعم. دكتور أستوقفك. نأخذ اتصال من سعدية من بومرداس، ثم من فاطمة من غليزان. مرحبا بك سعدية من بومرداس. حاولوا أنكم تختصروا حتى يتسنى للجميع عرض القضايا عبر هذا المباشر. السلام عليكم سعدية. السلام عليكم اختي. مرحبا بك سعدية. سعيد بوزري. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت نسقط فيها لا تقسيم التركه، لا الورث. تقسيم التركه. نعم تفضلي سعدية. التركه على كل حال مول التركه عايش. مول التركه عايش. هو نعم. أبي هو بابا. الأب تاعك. نعم. الأب تاعي. احنا في 6، عندي 5 خاوتي، 1 من بابا، 4 من أمي وبابا، وأنا ال5، أنا طفلة وحدة. نعم. وعندي تقريبا 70 سنة في عمري دوك. أنا زوجي متوفى. الله يبارك. ولكن الحاجة المشكل اللي كاين اللي هو نعم اللي هو بابا هو على قيد الحياة. نعم. عنده 97 سنة في عمره. الله يبارك. الله يبارك. ربي يطول في عمره إن شاء الله. ولكن قسم التركة، قسم لولادو ما علمنيش، ما على باليش، ما قاليش، أعطى غير لولادو. أنت الوحيدة؟ في 4. أنا الوحيدة. طفلة واحدة. أو المشكل دكتور. واحد ما فكرني. نعم. طفلة واحدة، واحد ما هدر عليا، واحد ما قال. نعم. عندي واحد خويا الكبير اللي زاد عليا، قال لي هدرت له، قال لي عندها. وانا دوك حاجة اللي غاصني
كيما ما علمنيش ما قاليش نهار رحت لعنده يا بابا وعلاه لو كان شاورتني تقول لي يا بنتي معليش نقسم على خوتك كنت ما نمدلكش. نعم. واش عليه انا مولا بيتي عنده الله يرحمه خلى التركه تاعو قسمتها لولادي وعلى بالو كلش كل واحد ضحك والحمد نعم. لله. نعم الحمد لله. واش قال لك سعديه؟ نعم. واش قال لك الوالد؟ واش قال لي بابا قال لي انت عندك راجلك خلا. قلت له يا بابا راجلي خلا وفي علمك بعت وقسمت لولادي كاع واش خلى راجلي قسمته انا ديت حقي ما عطاني الله واش عطاني الله ديت كيما ولادي الحمد لله. نعم هايلي. قال لي معليش انت عندك. نعم هاي كلمه من عندي بابا. انا حبيت حاجه يعني تكون الريحه من عندك. حاجه نقول هذه فكرني بها بابا وانا بنتك الوحيده. نعم هذا هو سؤالك سعديه. هو قال لي دائما ما عندك واضح. عندك ما واضح سعدية واضح. دكتور سيارة في القسمة الشرعية بناء على كل هذه المعطيات. نعم. عندي سؤال صغير يعني قصير. عندي خويا هو مفششوا علينا. خوك صغير؟ واحد من اخواتي. نعم. خدام ومزوج وكلش. نعم. بصح جابت روحها علينا لو كان ما تسخيش عليه ما تسخيش عليا. ولكن الحاجه اللي غاضتني دائما يكذب على باباه ويديروا في دراهمه. والاب والوالد تاعك ما على بالوش سعديه؟ نعم. والوالد تاعك ما على بالوش باللي وليده هذا اللي راهو يفشش فيها ويخون فيه؟ على بالو بصح كي يقولوا حاجه ما يقدرش يقولوا لا ما نديرها لك. طيب واضح ما يقدرش يقولوا لا. وليت انا نعيط على بابا نقول له يا بابا بزاف عليك. نعم. كي راك تدير له هكذايا لا الرغبات تاعو. نعم واضح سعديه. نعم. معذره سعديه. كان عندي اسم من هذه الجهه بس كان انا نعيط على بابا نقول له ما تمدوش دراهم. نعم. حتى وصل دار شكل الناس بدون رصيد حتى دخل الحبس. نعم حتى دخل الحبس. قلت له نحيروا دراهم ما تمدوش دراهم باش ربما يتخيل. سعديه خوك اللي دخل الحبس؟ خويا اللي دخل الحبس بعد ما كان دا الشك. نعم. طيب سعديه شكرا بارك الله فيك. راكي يعني واضح. تفكري في الوالد تاعك وتفكري في خوك والقسمه تاعك الشرعيه اللي راهي ماهوش ربما مرغوب فيها في العائله. ولكن فضيله الدكتور يحاول اصلاح ذات البين بناء على القران الكريم والسنه النبويه الشريفه. فاطمه من غليزان بقاو ربما 10 دقائق يقول سفيان. فاطمه السلام عليكم. فاطمه. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك فاطمة من غليزان. يسلمك اختي. يسلمك. عندك قضية فاطمة أو سؤال؟ أنا باغي نسقسي الشيخ على واحد الحالة صارت عندنا. نعم تفضلي فاطمة. عندنا واحد الشيخ راقي. نعم. ماتت لنا واحد المرأة. نعم فاطمة. قلت لك ماتت لنا واحد المرأة. ماتت مرأة. نعم. كي غسلناها. نعم. اي احنا خرجنا كاع ودخل معاها راسها ما عندها كي جهه هي هكا راقي. بالله فاطمة نقصي التلفزيون باش نسمعوك مليح. نقصي. قلت لك نقصي. قلت لك عندنا هذا راقي احنا مأمنين في دارنا باللي راقي. قلت لك كي مات لنا مرأة كي غسلناها دخل راسها بالله وقعد راسها ما معاه حتى واحد. عاودت ماتت لنا شي عزيبه عندها 16 عام ثاني درنا ديك الضربه بالله وقعد راسها. سيدة فاطمة من غليزان والله ما رانا نسمعوا فيك مليح ربما المكالمة رديئة. حاولي أنك تتصلي بنا مرة أخرى باش نسمعوا حقيقة هذه الأمور لأنه الدكتور يريد ربما بعض التفاصيل. شكرا فاطمة من غليزان. حاولي الاتصال المكالمة رديئة وإنما عند اتصالك نقصي التلفزيون مباشرة. نعود دكتور إلى موضوع سيدة من عين الدفلة دكتور حتى نواصل عبر كل الاتصالات ما بقاش من وقت كثير دكتور. نعم. مراسلة سيدة من عند دفلة دكتور. مراسلة الوصل البريد العادي. نعم. هذه بالنسبة لهذه المراسلة يوسف محمد ثم هذه السيدة. نعم. يعني ما نذكروش اسمها لأنه المراسلة في غاية السرية ولكن نعم. إذن بالنسبة للمراسلة نتاعك وصلت هاي بين يدي إن شاء الله سأجيبك عبر الهاتف خارج البرنامج. نعم. مراعاة
لبعض خصوصيات هذه القضية. نعم. البرنامج يتعامل مع القضايا بهذا المنهج حالة بحالة، نعتمد المنهج المناسب للقضية المعروضة. بارك الله فيك دكتور. نرى في تدخل السيد رابح من بومرداس. نعم. الأخ رابح جزاك الله خير يا أخي العزيز على الرسائل الطيبة التي قدمتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحدثت عن قوة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن السيدة عائشة وصفته بذلك الوصف الراقي كان خلقه القرآن، وكيف كان خطاب الله عز وجل لكوكبة النبيين والمرسلين يخاطبهم بأسمائهم في معرض النداء، وإذا وصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاطبه بوصفين جليلين: يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. جزاك الله خيرا. ثم ختمت مداخلتك النافعة بشهادة علماء الغرب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا يا أختي نجاة يعني هذا يحتاج فعلا تنبيه، يعني نعم. أنه العقلاء الذين درسوا حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعترفون بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا مدخل كبير لكثير من العلماء الذين اعتنقوا الإسلام عن قناعة. وذكر برنارد شو. هناك طبعا يعني علماء يعني آخرون. جزاك الله خير يا أخي رابح، لقد أثرت نقاطا مهمة جدا، ونشكرك جزيل الشكر على مشاركتك النافعة. نعم دكتور. سعدية من ولاية تيزي وزو. نعم. ثم نرى في الومضة حول المولد سفيان مشكل مع زوجها دكتور، يبدو أنه كانت مقلقة يعني مسكينة. هي سعدية قلبها معمر بين دكتور أولي ويتشور قالتها أولي يتشور. نعم. هي قرن سعدي قرن أولي يتشور إلسي قور إن شاء الله. هذا مسلا يعني فراغي تذويلت إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. ولكن ذا منيغ ولا شهور أور نساي في فراث، ولا شهور ونساي في فراث ما إلا العقل ذي المعقول. في سنة ثيمي توصيد في مام استقرضوي تغرط فيفو كذا أعطيكم الصحة قطر ثاي ماس لا يوث وقاذون حريزارة في مثل إنسان أسيرا غافن توالان أذن دمان أن دورث تنفيع داما. إن شاء الله ميكس ربي غفلان أميكس ربي أورفان، وإن شاء الله هم تسوي الغفران ذويلت هذا مسلغة ولتما سعدية أكمل جعل ربي إن شاء الله سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. شكرا. نعم. شكرا دكتور. نشاهد هذه الومضة الإشهارية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونعود
عليه الصلاة والسلام. نواصل في رحاب برنامج والصلح خير. فضيلة الدكتور يرد على رشيد من تيزي وزو الذي تحدث فيه عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمعنا إليه دكتور وهو يلقي قصيدة شعرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمازيغية. تفضل دكتور. إن من الشعر لحكمة. يعطيك الصحة دا رشيد كي بارك يا ربي. السفريقي دبيض نسير يعني إن شاء الله السنسلك ما إلا خطر يحكاد ثم شاهوت من في صلى الله عليه وسلم السيرينس سقاس ميديلول ياك وكندي السيرينس يعني ذين يقرزنا طاس لكي بارك يا ربي. ولا نتكرن تمثال مقرانين الدنيا قواليك سفروينك إمي الدنيا صلات في النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أشعارنا لا تبدأ إلا بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه مشرق في شعرنا الأصيل. وين يبدا نسفروا لا يبدو صلاة في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفضل نسها في خلقه ثم كان ولا ثورة الله يبارك هو رحمة للعالمين للإنسان والحيوان والطيور جميع المخلوقات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك ذكر يعني فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسم الله ذكر اسمه معه. نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أيضا معنى لطيف. ثم أن سعادة الإنسان في إيمانه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. صمام الأمان لا تتحقق السعادة في الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أخيرا تحدث عن بعض خصال النبي عليه الصلاة والسلام الطيبة. بارك الله فيك دار شدك بارك ربي لا فض فوق حفظك الله وجعلك الله عز وجل من أعلام الهدى. بارك الله فيك دكتور. سعدية من بومرداس تعود دائما إلى برنامج الصلح خير. كيفية تقسيم التركة اللي تقول باللي الأب تاعها ما ذكرهاش في التركة أعطى فقط للذكور، وهذا يعني نشوفوه كثير في برنامج الصلح خير للأسف الشديد، مع أنها هي الوحيدة سعدية يعني مع بين سعدية. أسأل الله عز وجل أن يكون والدك متابعا لهذا البرنامج، وإلا أعطي له الشريط ولا أعطي له فرصة باش يشوفها في الإعادة. لازم 97 سنة في عمره. يعني ربي يبارك في العمر نتاعو، ولكن يعني خلاص يعني ماذا بقي إلى القليل والأجل في يد الله. ولكن هذه قسمة ضيزة، هذا ظلم. هذا ظلم يا أختي سعدية. إذا كان أعطى لكاع الولاد أنت ما عطالكش، هذا ظلم بين. مادام وزع ما يملك عن طريق الهبة لا بد أن يكون عادلا بين الذكر والإناث. كما يعطي للذكر يعطي للأنثى باش يصفي بينه وبين ربي سبحانه عز وجل. لو كان ما قسمش ما يملك بعد وفاته ولا ندري من يموت أولا، ثم تطبق الفريضة الشرعية. ولكن الآن مادام بغى يوزع التركة نتاعو يوزع المال نتاعو عقارات ومنقولات على أولاده لازم يكون عادل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. خافوا ربي ديروا العدل بين أولادكم. هذا من جهة. هذا هو الجواب الشرعي. لازم باباك لازم يراجع الهبة نتاعو عاجلا. أما النقطة الثانية اللي قلتي انه ريحه بابا يعني حبت حتى تلتمس منه وبعدين قال قال لها اخوها كي قال له يا بابا علاش ما تعطيش اختي؟ قال عندها لو كان تكوني انت تملكين اموالا كثيره ربي يزيد لك، ولكن هذا ليس مبررا باش يحرمك من حقك. ليس مبررا. حتى كي تكوني انت عندك وزوجك الله يرحمه خلالك وكذا، هذا ماهوش مبرر. لازم يعطي لك ماشي غير الريحه، يعطيك حقك كاملا كما هو مقرر في الشريعه. الحق الشرعي. اما بالنسبه للنقطه الثانيه هذاك الاخوك اللي قلتي مفشش وكذا، وعاده هذو اللي مفشين يعني يديروا مشاكل يعني بصراحه. أولا كونه يكذب على أبيه هذه جريمة وهذا خطأ فادح. ويأخذ أمواله، نقول ربي يقول في سورة النساء 29 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سورة البقرة 188 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز بأي حق استحلتم أموال الناس. وكي تغضبي على باباك يعني راك تنصحين له، فالنصيحة واجبة ولكن بأصولها الشرعية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما فاطمة غليزان
موضوع الرقية وكذا ما فهمناش نعم. كثير يا أختي. نعم. حنقول فقط الرقية لكي تكون مشروعة لابد أن تلتزم بالضوابط الشرعية. شكرا لك.